ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ الحلقه النهارده هتبقى مختلفه شويه عن باقي الحلقات. آه عشان خلاص يعتبر دي ممكن تبقى اخر حلقه او الحلقه اللي قبل الاخيره في اول ليفل من كورس الديجيتال ماركتينج من البدايه. في الحلقات اللي فاتت من what you should know about marketing احنا عرفنا الماركتينج ميكس، المزيج التسويقي اللي هو البرودكت والبرايس والبروموشن والبليس. سريعا كده اخدنا التراديشنال ماركتينج والفرق بينه وبين الديجيتال ماركتينج، الفرق بين الديجيتال ماركتينج والتسويق التقليدي والتسويق الالكتروني. اخدنا منهم اكتر من حاجة، يعني الميثود يوزد والتايم اورينتيشن والكنترول والتارجتنج والاودينس. اخدنا كل المقارنات دي، وكمان أخدنا الأودينس في العالم كله في يناير 23 كانت الأرقام عاملة ازاي، والمنصات بتاعت السوشيال ميديا برضو عرفنا الناس بتقعد قد ايه كوقت في كل منصة. وكمان عرفنا الفرق بين السيلز والماركتينج، عرفنا الفرق بين التسويق والبيع، في فرق كبير جدا. بعد كده دخلنا على التحليلات، وأهم تحليل في الماركتينج ككل تحليل سوات، السترينج والويكنس والاوبورتونيتي والثريتس. خدنا نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات كمان، واخدنا امثلة على كل حاجة من دي بالتفصيل. وكمان اخدنا بيستل اناليسيز، التحليل بيستل اللي هو البروتيكال والايكونوميك والسوشيال والتكنولوجي والليجال والانفيرومنتال. كل الكلام ده برضو اخدناه بالتفصيل وتقدر تنفذ التحليلات دي ازاي علشان تعرف السوق ماشي ازاي. وكمان اخدنا تحليل ال STP، السيجمنتيشن اهم حاجة اللي هو التجزئة والتارجتنج اللي هو الاستهداف. وكمان اخدنا البوزيشننج. النهاردة بقى هناخد حاجة اسمها باير بيرسونا. ايه هي الباير بيرسونا وايه اهميتها وبتتعمل ازاي؟ كل ده هنعرفه في الحلقة دي. طيب، باختصار الباير بيرسونا دي معناها الشخصية الشرائية او الموديل بتاع الشخص اللي انت بتستهدفه. يعني هي صورة مفصلة بتتعمل عن العميل المثالي لشركتك او للمنتج بتاعك او للخدمة بتاعتك. الهدف من صنع الشخصية الشرائية دي ايه بقى؟ ان انت بتحدد مواصفات العميل المحتمل. هنا انت مش بتتكلم على عميل واحد، لا انت بتتكلم على عميل واللي يشبهه. ممكن يبقوا مئات، ممكن يبقوا الافات، ممكن يبقوا ملايين. عشان نفهم بقى الموضوع ده ازاي لازم نفهم احتياجاته. تمام. ونقدر ان هو الحاجات اللي هو طالبها او الحاجات اللي هو بيدور عليها بتبقى ايه بالتفصيل، ونقدر كمان نقدم له المنتج المناسب ليه بشكل افضل. طيب ايه هي الخطوات اصلا علشان نعمل الباير بيرسونا؟ اول حاجة طبعا لازم تجمع المعلومات. بنبدأ بتجميع المعلومات بتاعت العملاء، اللي هي العملاء اللي عندنا اصلا اللي اشتروا قبل كده، وكمان العملاء المحتملين اللي هي ممكن يشتروا بعدين. ده بنعمله ازاي؟ ده بنعمله من خلال دراسة السوق واستبيانات ومقابلات شخصية مع العملاء كمان. ودلوقتي موجود اصلا في المنصات بتاعت السوشيال ميديا عموما التحليلات كلها بالتفصيل. يجيب لك عمر المشتري، يعني انت البيانات دي بتبقى اسمه وعمره وجنسه والموقع الجغرافي بتاعه. يعني انت مثلا لو بتستهدف شريحة سكانية معينة مثلا في مصر، تمام، ممكن التحليلات اللي بتطلع لك دي تبقى تعرف هم شباب، هم كبار في السن، هم من القاهرة، هم من اسكندرية، عندهم كام سنة، دارسين ايه. تقدر كمان تعرف المعلومات المهنية بتاعتهم، شغالين ايه، شغالين في انهي صناعة، في انهي مجال، في انهي كمان مكان. ممكن يبقى حد مثلا من القاهرة وشغال في محافظة تانية. كل ده بيبان في التحليلات. تمام. صناعة الشخصية بقى، بنقوم بصناعة الشخصية دي. تمام، بنقوم بصناعة الشخصية الشرائية دي بناء على المعلومات اللي احنا جمعناها والتحليلات. الشخصية دي بتبقى شخصية وهمية، يعني مش حد بعينه، مش احنا بتبيع لأحمد محمود مثلا، لا مفيش الكلام ده. هي بتبقى شخصية وهمية، الناس اللي زي أحمد محمود. تمام. بنديله اسم، طبعا اسم وهمي يعني، و... و...
ويبقى كده احنا بنعمل الشخصية اللي هي الباير بيرسونا. لازم تعرف احتياجاته ومشاكله، تعرف التحديات اللي هو عايزها، هو محتاج ايه. حد بيدور مثلا على سكن، حد بيدور على شغل، حد صاحب شغل ومحتاج مطبوعات، حد بيتجوز بيجهز نفسه محتاج مثلا الأساس اللي هو بيتباع ده، التشطيبات بتاعة الشقة. كل الحاجات دي احتياجات ومشاكل انت بتقدر تجمعها. تمام. برضو بنشوف قرارات الشراء بتاعته. يعني العميل المثالي ده مثلا بياخد قرار الشراء ده امتى، في انهي وقت في السنة او في انهي وقت في الشهر. بداية الشهر يبقى المرتبات نزلت، ولا في نص الشهر، ولا في اخر الشهر. ايه المعلومات اللي هو بيبحث عنها، ايه القنوات اللي بيستخدمها في البحث عن المنتجات بتاعته، ايه اهدافه وايه التحفيزات بتاعته. كل الكلام ده احنا نقدر نعمله ونقدر نزوده، ونقدر نزود الشخصية دي بتفاصيل اكتر. تمام. لما بنقوم بإنشاء الشخصية دي واحتياجاتها بشكل أفضل. تمام. المعلومات دي كلها بنقدر إن احنا نوجه الاستراتيجيات بتاعتنا والحملات بتاعتنا بطريقة أفضل. مثلا عندنا مثال هنا زي ما انت شايف كده. عندنا اسم الشخصية مثلا أحمد. تمام. عنده 30 سنة. الراجل ده متخصص في مجال التسويق. تمام. في الديجيتال ماركتينج. بيهتم بإيه؟ بيهتم بتعليم أحداث بيهتم بتعليم أحدث التقنيات والتطورات في مجاله. تمام. مشغول بالشغل، بيحتاج حلول سهلة سريعة، بيحتاج حاجات تحسن الحملات بتاعة التسويق بتاعته. الهدف من الشخصية الشرائية دي هو تحديد العملاء المحتملين اللي عندهم نفس خصائص بتاعة أحمد. كل الناس اللي زي أحمد دي. يبقى مثلا احنا عندنا الباير بيرسونا بتاعت احمد الشاب اللي هو الطموح بتاع الديجيتال ماركتينج. خلاص. فانا هوجه الحملات بتاعتي كلها او الاستراتيجيات بتاعتي كلها لنفس التارجتنج بتاع احمد ده. هيجيلي الشباب او الناس اللي زي احمد بالظبط. تمام. باستخدام الشخصية الشرائية دي بنقدر نوجه كل جهود التسويق والتواصل والوصول لفئة العملاء المستهدفة بشكل أدق. تمام. ونقدم ليهم حلول طبعا ومنتجات مناسبة ليهم. وان هم مثلا محتاجين هدايا، محتاجين اي حاجة حرفيا بتقدر ان انت تقدمها من خلال الباير بيرسونا دي. طيب عشان نعمل كده بقى في حاجة بروفيشنال اكتر، نموذج اسمه نموذج الدبليو. وده اتكلموا عليه في كورس ديجيتال ماركتينج بتاع وزارة الاتصالات، اللي هو كان من يوداسيتي. تمام. كنت واخد الكورس ده انا و... وكنت جايب حتى الماتيريال بتاعت الصورة دي كانت موجودة هنا. ثانية واحدة. اه اه تحليل دبليو ده، او هو انا مش عارف هو اسمه كده فعلا ولا اسمه ايه. هو كل علامات الاستفهام: when who what why how where. تمام. بالتفصيل. هو هو ده انت الشخصية الشرائية دي، هوية الشخصية مين، احنا بنعمل الاعلان ده لمين، مين الشخصية اللي احنا بنستهدفها. تمام. حدد اسم الشخص، سماته الشخصية، مكانه الجغرافي، سنه، كل الكلام ده كله. يبقى احنا عندنا هو اللي هو احمد الشاب الطموح، او اكس من الناس الطموحة اللي هي شغالة في الديجيتال ماركتينج، مش احمد بعينه. تمام. تاني حاجة وات. ايه هي التحديات؟ طبعا في سياق الشخصية الشرائية، الوات دي ماذا بتشير السمات، ايه السمات وايه المميزات، ايه الاهتمامات، ايه الاحتياجات، ايه الحاجات اللي بتميز بيها العميل المثالي اللي عندنا. عميل مثالي دي مش يعني عميل حلو او عميل كويس. عميل مثالي ده اللي هو ال 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 الاكثر استهدافا او الاكثر دقة في الاستهداف بتاعنا. تمام. كل ده بيساعدنا على فهم الاحتياجات وتحديد اللي العميل بيبحث عنه ده من منتجات. تمام. او من خدمات او من اي حاجة احنا بنقدمها. زي في المثال بتاعنا ده وات هو مهتم بتحسين حملات التسويق عبر الانترنت. راجل شغال في الماركتينج ومهتم ان هو يحدث الحملات بتاعته. طيب تالت حاجة هاو، ازاي. ده بيشير كيفية التواصل والتفاعل مع العميل، ازاي هنوصل له. ده بيخلينا نعرف وسائل التواصل المفضلة للعميل. دي بقى مهمة جدا 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 جدا.
مثلا ايه اللي يخليني اعمل اعلان على فيسبوك او يخليني اعمل اعلان على انستجرام، ايه يخليني اعمل اعلان على تيك توك، يعني افضل ده ازاي او ده ازاي او ده ازاي، يعني انا هبيع ازاي. باختصار جدا جدا جدا، انت بعد التجربة بعد الخبرة بتبقى عارف. يعني مثلا انا في شغلي مثلا في السعودية، فانا محتاج استهدف الاشخاص السعوديين دولت مش بيستخدموا الفيسبوك كتير، اكتر استخدام ليهم سناب شات وتيك توك. فانا لو عملت اعلان وتارجت السعودية، يبقى انا هحتاج التيك توك والسناب شات. لو انا برضو في السعودية بس مش السعوديين، لا الناس المغتربة المصريين والفلبينيين وي 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 دولت بيستخدموا الفيسبوك. فلو استخدمت تارجت السعودية هيطلع لي الناس اللي هم المغتربين اكتر. ازاي هاو اللي هو انا ازاي هوصل للعميل المناسب بتاعي. تمام. كده احنا عرفنا ازاي نعمل الباير بيرسونا، وازاي نستهدف العميل، وازاي يعني ازاي نعمل كل الكلام ده بطريقة سلسة وبطريقة سهلة. تمام. ناقصنا في حاجة اسمها برضو اللي هي واي لماذا، ليه بيحتاج لحلول سهلة وسريعة لتحسين حملات التسويق بتاعته وزيادة نجاح عمله عشان يبيع خدماته ويبيع منتجاته. يبقى كده احنا عندنا عميل محتاج كذا، يبقى هو ليه؟ عشان هو محتاج كذا كذا كذا، يعني في سبب لوجود الشخصية دي. نفهم ايه بقى؟ انه بيهتم بتحسين حملات التسويق لزيادة فرص النمو والازدهار بتوعه. تمام. كده احنا عملنا كل الحاجة الخاصة بالباير بيرسونا، واخدنا كل خطوة باختصار جدا. يعني انت مش هتلاقي حد بيشرح لك الباير بيرسونا بالتفاصيل دي.